السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسله فيديوهات تعلم الالمانيه من الصفر. وفيديو النهارده ان شاء الله هيكون اخر درس عن القواعد في درس الاينز، واللي هنتكلم فيه عن حاله المفعول به اللي هي بالالمانيه دير اكوزاتيف. لحد دلوقتي اخذنا حاله التصريف بتاعه النوميناتيف اللي هي حاله الرفع، فالنهارده ان شاء الله هناخد حاله الاكوزاتيف اللي هي حاله المفعول به. فبسم الله يلا بينا نبدا بالدرس. اولا، ايه هي حاله المفعول به او دير اكوزاتيف؟ الاكوزاتيف هو حاله المفعول به المباشر في الجملة، هو الشيء أو الشخص الذي يقع عليه الفعل مباشرة. وعلشان نلاقيه نسأل فين. فين اللي هي من فير اللي هي من، ولكن في حالة الأكوزاتيف بنسأل بفين لما بنيجي نسأل عن العاقل، أو فاس ماذا لغير العاقل بعد الفعل والفعل. عندنا هنا مثلا مثال لغير العاقل، مثلا لما بنتكلم عن تفاحة فاس كاوفي إيش. فاس كاوفي إيش يعني ماذا أشتري، أنا أشتري einen Apfel، أنا أشتري تفاحة. إيش كوفة einen Apfel، وأبفل أداة التعريف بتاعتها دير يعني مذكر، فبدل ما بنقول ein Apfel زي ما كنا بنقول في حالة النوميناتيف في حالة الرفع، بنقول einen Apfel، بنضيف ال A وال N اللي موجودة هنا. ومثال للعاقل لما نقول مثلا wen sehe ich يعني أنا بشوف مين. den Mann، Mann أداة التعريف بتاعتها برضو der Mann يعني مذكر، فبدل ما هنقول der Mann هتكون den Mann. ده اللي بيخلي الاسم بدل ما هو مرفوع بنخليه كده منصوب، اللي هو بدل ما يكون الفاعل هيكون هنا المفعول به. ich sehe den Mann، ich sehe den Mann، أنا أرى الرجل. تمام. دلوقتي نيجي للقاعدة، وهي بسيطة جدا في حالة الأكوزاتيف أو حالة المفعول به، غير حالة الداتيف اللي هي حالة الجر فيها صداع كتير. ولكن النهاردة احنا تركيزنا على الأكوزاتيف. أدوات التعريف في الأكوزاتيف الخبر الجيد فقط، أداة الاسم المذكر ماسكولين تتغير في الأكوزاتيف. أما حالة المحايد أو المؤنث أو حتى حالة الجمع بنستخدم نفس الأدوات اللي احنا كنا بنستخدمها في حالة النوميناتيف. حالة الرفع زي ما شفتوا كده في المثل هنا، بدل ein Apfel بقت einen Apfel، أو بدل der Mann بقت den Mann. فهنا نفس الكلام. في النوميناتيف بنستخدم دير في حالة المذكر، دي في حالة الفيمينين المؤنث، das في حالة المحايد اللي هي النيوترال، ودي في حالة البلورال الجمع. أما في الأكوزاتيف الدير هتتحول لدين، دي هتبقى زي ما هي دي، das زي ما هي، ودي للجمع هتكون زي ما هي. ناخد شوية أمثلة. ich sehe den Mann، أنا أرى الرجل. ich sehe die Frau، أنا أرى المرأة. ich sehe das Kind، أنا أرى الطفل. وبس في حالة المذكر لما نكون بنتكلم عن اسم مذكر الأداة بتتحول من دير لدين، ولكن die Frau زي ما هي die Frau، das Kind زي ما هي برضو das Kind. وفي أدوات النكرة كل اللي هيختلف بس إن احنا بنضيف en على حالة المذكر، بدل ein هتكون einen، ولكن في الفيمينين هتكون eine زي ما هي، وفي حالة المحايد النيوترال هتكون ein زي ما هي. برضو شوية أمثلة هنا. ich habe einen Stift، لدي قلم. ich habe einen Stift، فهنا Stift أداة التعريف بتاعتها دير مذكر بقت einen Stift. ich habe eine Tasche، لدي حقيبة. ich habe ein Buch، عندي كتاب أو لدي كتاب. ومراجعة كده بسرعة، امتى بنستخدم دين أو مثلا einen. والفرق هنا إن دين هنا أداة تعريف وأينن هنا أداة نكرة. لما بنتكلم عن حاجة احنا عارفينها بنستخدم معاها أداة التعريف دير داس دي، أما لما بنتكلم عن حاجة احنا مش عارفينها، حاجة نكرة احنا حاجة مش عارفينها، فبنستخدم معاها أين أو أينه. أو هنا في حالة النصب أو حالة المفعول به بنستخدم الأينن. نستخدم أينن نكرة عندما تتحدث عن اسم مذكر غير محدد، احنا بنتكلم عن أينن بس اللي هي بتاعت حالة المذكر. المعنى يكون مثل أو آن في الإنجليزية. عندنا مثال هنا ich brauche einen Stift، أنا أحتاج قلم. أي قلم، مش فارقة إيه بالظبط، أي قلم. فهنا بنستخدم einen Stift. نستخدم den المعرفة عندما نتحدث عن اسم مذكر محدد ومعروف لك وللمستمع. المعنى يكون مثل ذا في اللغة الإنجليزية. عندنا مثل هنا der Stift ist gut، ich nehme den Stift. der Stift ist gut، القلم كويس. ich nehme den Stift، أنا هاخد القلم اللي احنا لسه متكلمين عليه دلوقتي. فهنا دي أداة تعريف بنستخدم معاها دين، فهنا علشان القلم معرف هنستخدم معاه دين. في أفعال شائعة بتأخذ أكوزاتيف، الأفعال اللي هي بتحتاج حاجة منصوبة، بتحتاج مفعول به. الكثير من الأفعال الشائعة تتطلب مفعولا به، لك بعض الأمثلة. عندنا هنا بعض الأمثلة زي haben، ich habe، ich habe حاجة، أنا أمتلك حاجة. ich habe einen Hund، أنا عندي كلب. kaufen يشتري، أنا أشتري حاجة. er kauft den Tisch، er kauft هو يشتري الطاولة. essen يأكل. wir essen den Kuchen، نحن نأكل الكيكة يعني. trinken يشرب. trinkst du einen Kaffee، هل أنت تشرب قهوة.
بعدين lesen يقرأ. ich lese das Buch. أنا أقرأ الكتاب. sehen يرى. siehst du den Film. هل ترى أنت الفيلم؟ brauchen يحتاج. ich brauche einen neuen Computer. يعني أنا أحتاج إلى كمبيوتر جديد. أي كمبيوتر، مش فارقة كمبيوتر إيه بالظبط، أي كمبيوتر. suchen اللي هو يبحث عن. sucht seinen Schlüssel. sucht seinen Schlüssel يعني هو يبحث عن المفتاح بتاعه. تمام. نيجي دلوقتي محادثة واقعية علشان نشوف استخدام المفعول به. هنا في السوبر ماركت أو im Supermarkt عندنا عمر بيتكلم مع البائعة Verkäuferin، البائعة. عمر بيقول هالو ich brauche ein paar Sachen. أهلا، أنا أحتاج لبضع أشياء أو بعض الأشياء. Hallo, ich brauche ein paar Sachen. Hallo, ich brauche ein paar Sachen. فالفركويفرين البائعة بترد عليه بتقول له جوتن تاج، نهارك سعيد. was brauchen Sie denn؟ يعني حضرتك محتاج إيه؟ Guten Tag, was brauchen Sie denn? Guten Tag, was brauchen Sie denn? فعمر بيرد بيقول ich möchte einen Apfel. أنا أريد تفاحة. فهنا einen. eine Banane und ein Brot. وموزة وخبز. فهنا التلاتة في حالة المفعول به. einen Apfel, eine Banane und ein Brot. Ich möchte einen Apfel, eine Banane und ein Brot. Ich möchte einen Apfel, eine Banane und ein Brot. فالبائعة بتقول sehr gerne. suchen Sie auch den neuen Käse. يعني sehr gerne يعني بكل سرور. وبعدين بتسأله هل تبحث أيضا عن الجبنة الجديدة؟ في جبنة جديدة، هل بتبحث عنها؟ فهنا استخدمنا دين لأن احنا بنتكلم عن جبنة معينة، الجبنة الجديدة. أداة التعريف بتاعت كيزة طبعا دير كيزة. هنا برضه أداة التعريف بتاعت أبفل، دير أبفل، دي بانانة، das Brot. Sehr gerne. Suchen Sie auch den neuen Käse? Sehr gerne. Suchen Sie auch den neuen Käse? فعمر بيرد بيقول أوه يا ich nehme den Käse auch. اللي هو أيوة، أنا كمان هاخد الجبنة. und ich trinke gerne einen Saft. und ich trinke gerne einen Saft. وكمان حابب إن أنا أشرب عصير. Oh ja, ich nehme den Käse auch, und ich trinke gerne einen Saft. Oh ja, ich nehme den Käse auch, und ich trinke gerne einen Saft. فهنا عندنا den Käse هنا مفعول به، وبعدين عندنا كمان einen Saft مفعول به. ich trinke هشرب حاجة، هشرب إيه؟ هشرب العصير. فالعصير مفعول به. وهنا ich nehme den Käse أنا هاخد إيه؟ هاخد الجبنة. بعدين بقى بترد بتقول haben Sie eine Tasche؟ هل عندك حقيبة عشان تشيل فيها الأغراض يعني؟ Haben Sie eine Tasche? برضه eine Tasche هنا مفعول به. Haben Sie eine Tasche? وبعدين عمر بيرد بيقول nein ich kaufe eine Tasche hier. يعني لا، ما عنديش، هشتري شنطة من هنا. das ist alles danke. وده كل حاجة، شكرا. Nein, ich kaufe eine Tasche hier. Das ist alles, danke. Nein, ich kaufe eine Tasche hier. Das ist alles, danke. تمام. فخلصنا المحادثة. نروح دلوقتي نحل شوية تمارين عن حالة النصب. ich esse Apfel. وبعدين أداة تعريف دير بتاعت أبفل، أداة التعريف بتاعتها دير دي، بس هنا كده موجودة للمساعدة. فعايزين نقول اشترينا تفاحة، هتكون einen. أي تفاحة، مش فارقة أنهي تفاحة بالظبط. ich esse einen Apfel. sie kauft، بعدين لامبة، هي اشترت، وبعدين لمبة، أي لمبة برضه مش فارقة. عندنا eine هتكون زي ما هي، حالة النوميناتيف زي حالة الأكوزاتيف. liest وبعدين بوخ، أي كتاب مش فارقة، أرى كتاب وخلاص. liest ein Buch. wir sehen وبعدين فيلم، نحن نشاهد فيلم. ولكن أكيد هنا نحن نشاهد فيلم أو بنتفرج على فيلم هيكون فيلم محدد، فاللي هو هنا ممكن نستخدم einen. نستخدم den مش einen علشان الفيلم معرف. wir sehen den Film. تنفع einen فيلم برضو، ولكن هنا بما ان احنا عارفين احنا بنتكلم عن ان فيلم، نحن نشاهد الفيلم، فيلم معين يعني. hast du Schwester؟ هل عندك أخت؟ أنا أكيد eine. ich trinke بعدين كافي، أداة التعريف بتاعت كافي دير، هتكون هنا einen. أنا بشرب قهوة، أيا كانت القهوة مش فارقة. der Mann sucht بعدين Schlüssel، الرجل يبحث عن مفتاح. فهنا برضو أكيد المفتاح محدد، لأن الراجل بيدور على مفتاح معين مش أي مفتاح وخلاص. وبرضو Schlüssel أداة التعريف بتاعتها دير، هنستخدم هنا den.
Der Mann sucht den Schlüssel. Ich habe بعدين Idee فكرة. أنا عندي فكرة. Eine Idee. Wir kaufen بعدين das Auto. احنا نشتري سيارة. احنا هنشتري سيارة. Ein Auto. Siehst du der Vogel dort? هل تشاهد أو هل ترى العصفور أو الطائر هناك؟ فاحنا هنا بنتكلم عن عصفور معين. هل انت شايف العصفور اللي موجود هناك ده؟ der Vogel هتكون den Vogel. بنتكلم عن عصفور أو طائر معين. Er braucht بعدين Stift قلم. Er braucht أي قلم مش فارقة فهتكون einen. أداة التعريف بتاعت Stift der Stift. Das Kind isst بعدين بنانة. الطفل يأكل موزة. eine Banane. مش فارقة أنهي موزة بالظبط. Ich schreibe بعدين Brief. Ich schreibe einen Brief. أنا أكتب خطاب. Sie hat بعدين هند. هي تملك كلب. einen Hund. عندها كلب. Wir brauchen بعدين Tisch. نحن نحتاج إلى طاولة. einen Tisch. Ich möchte Wasser bitte. أنا عايز أشرب مية. Ich möchte ein Wasser bitte. أنا عايز مية. Er kauft بعدين Jacke جاكيت. Er kauft eine Jacke. Sie liest بعدين Zeitung. هي تقرأ الجريدة. ممكن نستخدم من هنا جريدة معينة. هي بتقرأ جريدة معينة فممكن نستخدم هنا دي. هتكون دي زي ما هي مش هتتغير لأنها مؤنث مش مذكر. Ich höre بعدين ليد. ليد أغنية. das Lied الأغنية. فهنا أنا أسمع أغنية معينة فتكون Ich höre das Lied. Hast du Computer? هل عندك كمبيوتر؟ فاحنا هنا ممكن نقول einen Computer. عندك كمبيوتر وخلاص. هل عندك كمبيوتر وخلاص مش كمبيوتر معين. وبس كده نكون خلصنا درس النهارده عن حالة المفعول به. اتمنى الفيديو يكون مفيد وعجبكم. لو الفيديو عجبكم تشتركوا لايك سبسكرايب للقناه. واللي عنده اي سؤال او استفسار يقدر يكتب لي في التعليقات تحت الفيديو. ممكن يكلمنا على الانستجرام او الديسكورد. هسيب لكم لينكات في الديسكربشن تحت الفيديو برضه. واشوفكم يا جماعه ان شاء الله في فيديو تاني.